السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عادل، قناة خير أسرار الرخام والجرانيت. يا رب تكونوا بخير. النهاردة موضوع الفيديو بتاعنا هنتكلم على أسعار 2024 من شهر واحد. طبعا أسعار المستورد عامة جرانيت ورخام اتحركت من بدري، من بداية السنة زادت من 10 ل12%. إنما الرخام أو الجرانيت المصري لسه متحركش، بس طبيعة الحال أدام المستورد اتحرك المصري هيتحرك وراه على طول عشان هيبقى في ضغط عليه. يعني احنا بننصح الناس اللي عندنا على القناة او الناس اللي بتتفرج علينا انها لو عندها اي حاجة هتعملها مطبخ، عريس مثلا هيتجوز عنده مطبخ هيعمله، حد عنده مثلا ارضية في ريسبشن، حد عنده سلم، يتحرك يجيب البضاعة في وقتنا الحالي. يعني مش كانش النهاردة يبقى بكرة، ما يزودش عن كده، لأن خلال ال10 أيام الجايين أو ال15 يوم الجايين ممكن يبقى في زيادة تانية من 15% ل20%. فالأفضل إن البضاعة دلوقتي تيجي. إحنا كلنا بنعمل كده كصناعية، بنجيب البضاعة للزبائن اللي عندنا وبنركن في الورشة يعني الشغل فيها، إذا كان جالاكسي، دبل بلاك، كشمير، حتى المصري نتحرك فيه ونجيبه ونركنه، عشان أسعار خلاص ما الواحد ما بقاش ضامن الأسعار دلوقتي خالص. مفيش حاجة طبعا بتنزل، كله بيطلع. احنا دلوقتي الفيديو ده بنعمله عشان الناس تستفيد من موضوع وتلحق تشتري، عشان الأسعار ما تغلاش أكتر من كده وما يعرفش يشتري بعد كده، يبقى الموضوع بالنسبة له صعب. هو لما يشتري دلوقتي أحسن ما يشتري بكرة. يعني دي نصيحة للناس كلها. طبعا بالنسبة لأسعار الجلاكسي، أسعار الجلاكسي دلوقتي بقت يعني من أسبوع فات كانت ب2700 جنيه توريد وتركيب. النهاردة ممكن توصل 2900، يعني بعد شوية ممكن تعدي ال3. زي ما حضراتكم شايفين الأسعار بتتحرك، يعني مش هنقول يومية، لأ بتتحرك على مدار الساعة ممكن تتحرك. فنصيحة للناس كلها، يعني أنا مش حابب أقول أسعار، لأن طبعا مش هقول أسعار النهاردة، معرفش السعر إيه، بكرة السعر إيه، بعده السعر إيه. فممكن أدي سعر والناس تاخد على السعر بتاعي وتروح تتفاجئ تلاقي السعر أغلى. احنا بننصح الناس ان هي تشتري بضاعتها او تشتري خامتها وتركنها لحين الشغل فيها، حتى لو انا هشتغل بعد شهر، حتى لو انا هشتغل بعد 10 ايام، حتى لو هشتغل بعد يومين. اشتري حاجتك وخليها. دي نصيحة للناس كلها اللي موجودة على القناة واللي بره القناة. وده كانت نهاية الفيديو بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنى منكم مشاركتكم للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.